السلام عليكم ورحمة الله حبايبي واخواتي اللي بيشاهدوني. صباح الفل وصباح العسل على قلوبكم الحلوة. اولا عندي كلمة عايزة اقولها لكم في اول الفيديو. النقد او تعليق، بلاش يعني لما يكون تعليق من اختي وحبيبتي يبقى سلبي، بلاش منه. اما تعليق، عايز تساليني على حاجه زي ما انت كتبتهولي وقلت لي، انا هرد على تعليقك اختي وحبيبتي اللي انت قايله لي عليه، وبس هرد عليه لما هقول دلوقتي الوجبه بتاعتنا بتاعت الغدا، وبعد كده ارد على التعليق اللي جاني وارد عليه واقول لكم ايه هو. صلوا على النبي يا غالين وحط اللايك. النهارده عامله ايه بال50 جنيه يا ام هنا؟ عاملة ميزانية الغدا بتاعنا، وممكن غدا وفطار كمان ب50 جنيه. والله العظيم كان غدانا وفطرنا. جبت ايه؟ جبت ب20 جنيه عدس. والعدس ده محدش يقول الجو حر عليه. يا جماعة أنا بطبخه وبعمله بصراحة، بس حط عليه نص معلقة سكر، بيبقى لا فيه حموضة ولا فيه أي حاجة تضرك، ودي على ضمانتي بإذن الله. وجبت نص كيلو بتنجان ب5 جنيه، وده شويته شوي عملت بيه بابا غنوج. شويته ب5 جنيه، ب10 جنيه طحينة. والثوم طبعا من البيت، وفلفل وكمون وليمون، ده من البيت. ده طبق ايه؟ بابا غنوج، وطلع جميل وتحفة ما شاء الله عليه. اما العدس يا حبايبي، ده حطيت له طماطميتين وبصلة، قرن فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، وبرضه طشيت له معلقتين سمنة حلوين، سمنة بلدي بقى، الزبدة اللي انتوا عايزينه، مفيش ده ولا ده يبقى زيت. وحمست عيش من البيت. وده كان غدانا النهاردة يا غالين يا حبايب قلبي ب50 جنيه. افطار وغدا، يعتبر فطار وغدا والله العظيم ب50 جنيه. ماشي، ومنهم كمان جايبة بفلفل أسمر وكمون، يعني ب5 فلفل أسمر و5 كمون. أنا ظبطتها عشان اليمين اللي أنا حلفته بالظبط، يعني ال50 جنيه بالظبط، لا فوقيهم ولا تحتيهم. دي كانت وجبة الغداء بتاعتنا. صلاتكم على النبي، صلوا على النبي وحيد الله. أما أختي وحبيبتي، بس اسمعوا الفيديو للآخر، دي أمانة معاكم، ودي أمانة برضو إن أنت تحط اللايك والاشتراك للقناة. عشان أنا زعلانة من اخواتي وحبايبي ما بينسوا اللايك على طول، بيتفرجوا على الفيديوهات وبيجي نسبة مشاهدة حلوة، بس ما فيش لايكات. مسكت بعد ما اتغدينا حمدنا الله، طبعا ايه، مسكت المواعين كلها شطبتها عشان كنت يعني عملت الفطار او الغدا. اما كنت صبنت المواعين دلوقتي روتين خفيف كده. مسكت مواعين، وانتوا طبعا عارفين الكروانة دي من ضمن التوفير، ان انا بحط فيها نص كوباية الصابون وشوية مية دافين، وبغسل مواعيني كلها ما شاء الله عليها، بتبقى زي الفل. توفير ولا مش توفير؟ طبعا انا في عندي حاجة حلوة اشوفها بس اخر الفيديو، محضرها لكم، عشان الفيديو ده ما شاء الله مجمع من كذا حاجة، فانا حطيته لكم في الفيديو ده عشان ارد على تعليق اختي وحبيبتي اللي بتقول لي، هي قناتك مبنية على ايه؟ قناتك ايه؟ يعني انت بتتكلمي في ايه او بتعملي ايه؟ بصي يا اخت حبيبتي، اولا انا قناتي مبنيه على ايه؟ مبنيه على البساطه، ان انا مربيه 5 عيال ما شاء الله، الله اكبر، كلهم في تعليم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مبنيه اني يوميه جوزي ما بتزيدش عن 250 جنيه مثلا، بربي منها، بودي طير، بربي طيور، بودي مدارس، بودي دروس، بصرف منها وبحوش ساعات منها وبعمل جمعيه منها. ماشي. ومحدش يقول لي ازاي، من عند قدرة من عند ربنا. ليه؟ عشان انا ماشيها بترتيب، فانا حابة اللي انا ماشية بيه وبمشي بيه بيتي وعيالي، حابة ان انا اظهره. البساطة، دي قناتي مبنية على البساطة. على 50 جنيه ممكن نعمل فطار وغدا، على 100 جنيه ممكن نجيب عشاء ونجيب فراخ ونجيب ناكل بيه. ممكن 100 جنيه انا اجيب لحمة، اقسم بالله العلي العظيم يمين حاسبني على ربنا، انا ممكن 100 جنيه اروح بيها للجزار واقول له اقطع لي ب 100 جنيه لحمه. وعلى فكره ده بيحصل وبيحصل كتير. وبطبخ منه، وبطبخ وبعمل بطاطس، وساعات بعملها بالبصل والطماطم، بتبقى وجبه ما شاء الله عليها، ويبقى اكلنا لحمه. وساعات تبقى الدنيا ما شاء الله عليها، واجيب فراخ واجيب اللي انا عايزاه. بمشي يوم كده ويوم كده، بمشي، بمشي مقدرية بيتي ومقدرية حاجتي على قد ما أنا عايزة. أنا بإيدي إن أنا أصرف 1000 جنيه و2000 جنيه في اليوم، وبإيدي أمشي بيتي ب50 جنيه في اليوم، ومنهم أكل طيري كمان، يعني زي ما أكل أنا أوكل طيري. دي صينية، دي صينية حجازية حبايبي، كانت عاملاها لي أختي وبعتتها لي، اتعشينا بيها مع كوباية لبن.
مش انا بقول لكم مره ناكل كده ومره ناكل كده، يعني اتعشينا ب50 جنيه، وجبت بالليل كيلو لبن ب50 جنيه، وصريت الحجازيه، وكلنا اتعشينا ما شاء الله، وكان واتبسطنا، يعني يومنا معداش ال100 جنيه او 120 جنيه كمان. اخر اليوم بقى حبينا نتمشى كده، احنا في اسكندريه يا جماعه، يعني احنا في اسكندريه، يعني هنركب الاتوبيس هينزلنا في قلب اي حته في اسكندريه. ده شارع المنشيه، وده احلى شارع انا بحبه، بحب امشي فيه، يعني الاتوبيس بيبقى منزلنا في اوله، انا قادره انزل المحطه، بس انا بنزل في الشارع بتاع، جينا على الساعه 5 كده قلنا نحب نتمشى شويه، ننزل بقى اسكندريه بقى يا جماعه، نهوى عن نفسنا كده شويه ونشم هوا البحر. نزلنا فين؟ شارع المنشية، دي المفاجأة اللي كنت قايله لكم عليها، ده شارع المنشية، وانا من اكتر الشارع ده انا بحبه. ليه؟ انت وجاي انت ماشيه كده، نسمة الهوا، احنا داخلين على البحر اهو، انت ماشيه الهوا البحر بقى داخل قلبك، داخل شرايينك كده، بتحسي براحه نفسيه الله اكبر عليها. كنت انا اهو وولادي ماشيين معايا وجوزي، ربنا يخليهم لنا يا رب وبارك لنا فيهم، اكلنا جلاتي واكلنا ذره، وقعدنا لحد الساعه 12 بالليل على الهوا. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.